شوفوا قناتكم آخر ما كاين قصص من الواقع. السلام عليكم يا حبيباتي وهلياتي واللي بياخد شي عبره من كلمات. يعني اليوم جيتكم بقصه جديده، قصه يا البنات، قصه يا البنات. اش غنقول لكم؟ ما عمرني ظنيت ولا تخيلت في دماغي انني غنسمع بحال هاد النوع ديال الام واش كاين فوق الارض. والله زعما هاد البنت، اش غنقول لك اختي؟ من هنا من البدايه ديال القصه كنقول لك الله يحسن عوانك والله يصبرك. هادشي اللي غنقول لك. وفضلا وليس امرا، قبل ما نمشيو ما تنساونيش من التعليقات ديالكم الزوينين اللي كتشجعوني ديما، ما تنساوش من الانتقاد ديالكم ديما كنستافد منها. شكرا لكم على متابعه القصه من الاول حتى الاخير، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك، وجزاكم الله خيرا. بارطاجوا لي القناه مع صحابكم وحبابكم والناس العزاز عليكم، ولا كنت كنستحق وفعلا كنستحق ما تبخلوش عليا بالبارطاج. وشكرا لكم، ويلا نسمعوا القصه. معكم امنيه. قصتي بدات نقولوا قصتي نقولوا حياتي، ماشي قصتي، حياتي انتهت نهار عرسي، وبالاحرى نهار سمعت الاخ ديالي والام ديالي اللي حاشا واش هادي تكون ام، سمعتها كتهضر مع خويا. انا واحد البنت اللي كبرت وترعرعت في واحد العائله اللي شافها من برا كيقول متوازنه، عائله متوسطه الحال. الاب ديالي كان انسان ونعم الرجال، كان اب حنون. الام ديالي كانت واحد الانسانه اللي متسلطه. عندي خويا الكبير، خويا كبر مني ب7 سنين. الام ديالي ولداتو وما بغاتش مازال تزيد تولد. الاب ديالي اللي كان كيطلب منها وكيحذرها باش تزيد تولد، كتقول لي بارك علينا واحد الدري، يلا غنوكلوه ونشربوه ونقريوه ونلبسوه وزيدون. انا ما قداش على الولاد والصهير ديالهم، حيت على ما كيتعاود ليا ان الام ديالي كانت تمحنات في هاد الولاده ديال خويا، وما كانتش في الاول نقولوا دوزات واحد العامين و3 سنين ما كتولدش، كتقلب ما خلات في اشنو ما دارت. دول العرب، الاطباء، التحاليل، ما خلات ما دارت باش تحمل. ملي حملات ودوزت عليها هاد الولاده ديالها تماره والعذاب حتى ولدت هاد خويا، وكان هو ضو عينيها ومو عينيها. ملي دوزت واحد المده كيقول ليها با عاوتاني نزيدو نقلبوا على الولد. هي ما بغاتش، هي قالت لي بركه واحد ولدناه، بركه علينا، ونط كدير موانئ الحمل وبا ما ساقليهاش الاخبار. هادشي سمعتو غير من العائله ومن جداتي وداكشي اللي كنسمع من الناس اللي كنعرف. والاب ديالي مسكين ما عمرو قال لي حتى حاجه. ايوا حتى كمل هاد خويا 7 سنين، عاد الام ديالي هداها الله، ومن بعد ما حزرها با وما خلى ما دار ليها وطيب خاطرها باش تحيد. ملي ساق ليها الخبر في الاول تقلق عليها، من بعد قال ليها صافي انت دابا هانتي راه ارتاحيتي وكذا، حيدي الموانع ديال الحمل وحملي. انا راه بغيت الولاد، بغيت نزيد. قال لي بغيت لي يعمر عليا الدار، واحد الدري ما كافينيش، با كندريويش. ايوا حملت بيا، النهار حملت بيا وهي كيجيها الصراحه كيجيها الحمل صعيب، تقيا وكيضرها راسها ما كتنوضش، كتولي وحده اخرى. وبا اللي كان كيقوم بجميع اعمال المنزل وكيحزرها وكيراري بيها وما كيخلي ما كيدير ليها، غير كتفوت مع ديك 3 شهور ديال اللحم. هادشي اللي كنت سمعت انا وتعاود ليا. ايوا بقات هكاك حتى ولدتني. نهار ولدتني با اللي كان كيتكلف بيا، داكشي اللي سماني امنيه، هي انني الامنيه ديال حياته انه تزاد عنده شي بيبي صغير في الدار. سماني امنيه، هو اللي كنت كنعقل عليه، كيهزني كيخرجني كيلبسني، حتى من الدوش هو اللي كيدوش ليا. انا كانت عندي ديك الساعه 3 سنين ونص، عاقل على با هو اللي كيدوش ليا في البينوار. ايوا بقيت هكا متقربه لبا بزاف تنكبر ومتشبته ببا، وبا هو اللي كان كيديني للمدرسه ويجيبني. المهم الاب ديالي نقول لكم بين قوسين كان كبير على الام ديالي بواحد العمر اللي كان شويه بزاف. الاب ديالي كان كبير، تزوجت به الام ديالي كبير عليها في العمر. نقول لكم تقريبا شي 20 عام ديال الفرق، ديال الفرق بيناتهم. داكشي علاش امي الام ديالي ما بغاش تولد معاه، قالت لي بركه يلا واحد يلا تقد عليه. ولكن الاب ديالي كان عطاني الحنان وعطاني الحب. الام ديالي كانت متقربه بزاف من خويا، كانت مدصراهم في الشاه، وبا ما كيقدرش يهضر معاه. هكا فاش كبرت هاد الوسط، فاش كبرت
في الكنف ديال الاب ديالي والحب ديالو. بقيت كنكبر وانا فرحانه ببا كيديني يجيبني للمدرسه من بعد ما خرج تقاعد. با متقرب مني، هو كان الصديق ديالي، كنت كنعاود ليه كل شيء، لدرجه انني كنت كيديني للجامع معاه فاش كنت صغيره. بشويه بشويه حتى وليت ملي وصلت 10 سنين تحجبت، درت الحجاب، لبست الزيف. بديت كنكبر، طلعت للكوليج. وليت شنقول لكم، كنخرج كنتسناه حدا الباب ديال الكوليج باش يديني للدار. الاب ديالي كان الصديق ديالي، كنا كنتعاود انا وياه كلشي. بديت كندير الحجاب الشرعي بسبب داك الحب ديال الاب ديالي والتقرب منه. الاخلاق ديالي جبتهم من با. كنت انسانه هادئه وكما كيقولوا ظريفه، وابتسامه ديما في وجهي، حتى نهار غنتصدم بالمرض ديال الاب ديالي اللي قسم ظهري. ما جيت نكمل 15 عام حتى توفى الاب ديالي بمرض البروستات. كان جاه السرطان في البروستات وتوفى الله يرحمه. وبقيت بوحدي، حسيت براسي وحيده يتيمه. شتي كيقولوا لك اللي مات ليه مو كيتوسد العتبه، انا العكس. توفى الاب ديالي وتوسدت العتبه. مات كل شي حاجه زوينه اللي كانت دايره بيا. امي كانت بعيده عليا بزاف، ما كانتش متقربه مني. المهم بديت كنقرا، كملت قرايتي، شديت الباك ديالي بالنقطه اللي ما بيهاش، حيت في ديك الاونه فاش توفى الاب ديالي مازال ما نسيت. تقريبا ملي جيت نوصل الباك الاب ديالي توفى تقريبا بشي عامين ديك الساعات. صافي غير شديت الباك بديك النقطه، مشيت درت لافاك. ملي درت لافاك ديما انا وخويا شد ليا نقطع عليك، تيقول لك لالا كتعطلي بالليل فين كتكوني. والام ديالي ولات كترد ليا البال لواحد الدرجه ما عرفتش علاش. فين كنتي يا الخانزه؟ مع من كنتي؟ شكون هذاك اللي قالوا لي الناس شافوك معها؟ الله يا ودي امي ما شافني حتى واحد، ما كنت مع حتى واحد. كتقول لي لا، قالوا لي الناس شافوك مع شي حد. ويدابز معاه يا خويا ويغوت عليا. بعد المرات كيدير كاع لي الدين ويجرني من زيفي. المهم انا ما فهمتش واحد العنف اللي ولا فيه الاخ ديالي والام، خصوصا ملي وليت بعدت على الدار، حيت كان الكوليج وليتي فاش كنت كنقرا قرابين للدار. ولكن ملي وليت كنقرا في الجامعه بعيده، ضروري خصني كنمشي في ترونسبور، كنمشي في الطوبيس. حيت فاش كنجي في العشيه كيطيح الظلام، ديما امي الغوات وكتقول لي فين تعطلتي، مع من كنتي، فين مشيتي. حتى عييت من هذا الصداع وانا نخرج. العام الثاني ما كملتش، خرجت ما كملتش لافاك وجلست في الدار. هزيت كندفع غير كنقلب، درت السيفي وكندفع غير دوك الخدامين اللي قرابين ليا، شي باتيسري، شي محل، شي محل ديال الحوايج هكا، شي مغازه. حتى لقيت الخدمه في واحد المغازه ديال هادشي ديال الفايونس. وقبلوني، مشيت دوزت في الاول، قلت لهم دوز عندكم على ستاج، قبلوني، خدمت عندهم في لاكيس. خدمت وليت خدامه. كنصور داك المصيريف كنعاون به في الدار، حيت الام ديالي من بعد ما توفى الاب ديك الانتخيت ما كتكفيش، الاغلبيه ديال الفلوس كيديهم خويا. شرات ليه الموطور، ديما دايع في الزناقي. المهم هاد خويا باسل، بسلات امي بالمعنى الكلمه. وانا داك الفلوس اللي كنجيبهم كنعطيهم ليها، كتقدا كتجيب داكشي اللي خاص في الدار. حتى تعرفت على واحد السيد نيت تما في ديك المغازه اللي نقولوا فاميلت ديال مولشي. ايوا جاني نيشان، قال لي يا بنت الناس انا راه عجبتيني وبغيت نعمر داري، بغيت نتزوج، وبنتي ليا في البلان، انسانه متقيه الله، داخله سوق راسك، تتلبسي مستور، عجبتيني، شحال من مرة رديت لك البال ما باسلاش. جاني نيشان هكا، قال لي بغيت نجي لداركم. ايوا قلت ليه مرحبا، دارنا فين كاينه، جي عند الوالده ديالي. وعاودت ليه قلت لي انا الاب ديالي توفى، راه كاينه عندي الام ديالي. صافي فعلا السيد جاب هو جا واحد خالو، حتى انا حضرت واحد العم ديالي اللي كان حضر معنا، اللي كان ديما هو وامي ما كانوش فاهمين، ولكن داك النهار دار ليا خاطري وجا حضر. جا السيد خطبني من عند عمي وعند الام ديالي. صافي بدينا كنوجدوا.
تيقول لي شنو خاصك، عطاني فلوس باش نشري حويجاتي. المهم داكشي تقليدي، زواج تقليدي كما كنقولوا، ماشي شي واحد كنعرفو ولا مصاحبه معاه ولا كنبغيه ولا، المهم زواج تقليدي. حتى انا قلت نمشي ندير داري ونبعد من الصداع والمشاكل ديال خويا وامي. ايوا صافي، السيد ما عمرني خرجت معاه، ما عمرني مشيت معاه لحتى بلاصه. كيبغي يشوفني كيجي لدارنا في العيد، كيجي بالتفكيره ديالو، كيجي حتى هو ما عندوش الام ديالو، عنده غير خواتاتو والاب ديالو مزوج. ملي كيجي بالتفكيره في العيد، كيجيب ليا شي كسوه، شي بيجامه، شي صاك هكا، كيجيبهم ليا حتى للدار. ما عمرنا خرجنا انا وياه في الايامات ديال الخطوبه، كيجي يشوفني في دارنا حتى النهار اللي غنطيحوا العقد. النهار طيحنا العقد قال لي تمشي معايا للدار. قلت ليه اسمح لي، انا الا غنديروا العرس ما كاينش لاش نمشي معاك، الا ما غاديش نديروا العرس ولد الناس، ندير النهار ديالي في دارنا، نعيط على فاميلتي ونمشي معاك. قال لي لا، العرس ضروري، خصني ندير العرس ديالي. قلت ليه ورا ما يمكنش نمشي معاك للدار. صافي تقبل وتفهم، قال لي واخا. السيد فعلا تسنينا تاج الصيف ديال واحد العام، داك العام نيت اللي كنا تخطبنا فيه. مشينا. الام ديالي عطات واحد النصيب اللي بزز بزز باش عطاتو، وتعاون مع عمي باش نتعاونوا على العرس، حيت هادشي اللي اتفقنا انا والزوج ديالي. درنا العرس، جات العائله ديالي، العائله ديال السيد تا هو، درنا عرس. ما غاديش نقول لكم عرس ملكي، ولكن عرس في جميع التقاليد المغربيه، بالنقافه، بالتريتور، بسميتو، بالمسائل ديالي. صافي مشيت انا والزوج ديالي للوطيل. نهار مشيت انا والزوج ديالي للوطيل باش يدخل عليا، اش نقول لكم، الصدمه الكبرى ان الزوج ديالي ملي دخل عليا ما تيلقاش نقولوا بين قوسين الدم، ما لقاش. انا ما تصدمتش، قلت ليه هذا الشيء راه ماشي شي حاجه، نمشيو عند الطبيبه. انا كنت واثقه من نفسي، اش نقول لكم، ماشي 100%، مليون في المية، انني عمرني في حياتي ما درت شي علاقه مع شي حد، وغير نتصاحب مع شي حد عمرني في حياتي ما تصاحبتش. انا الطفوله ديالي كلشي دوزتها مع الاب ديالي، والمراهقه ديالي دوزتها مع الاب ديالي. ملي جيت نكمل 15 عام انا وليت بعقلي، وليت ديها غير في قرايتي. وديك عامين الاخرى اللي توفى فيها الاب ديالي كنت تقريبا مكتئبه فيها. ما عمرني عقلت انني مشيت مع شي حد للدار، ولا نمشي نبات عند شي حد، ولا عمرني كنت واثقه. قلت للزوج ديالي، قلت لي شوف، هادشي راه غير كاين شي سوء تفاهم، غادي نمشيو عند الطبيبه، وشوف اختار الطبيبه اللي بغيتي نمشيو عندها. الزوج ديالي كانوا عينيه حمرين والشر كيخرج منهم. قال لي ضحكتي عليا وخدعتيني. قلت ليه شوف، بلا ما تخسرش معايا دابا، صبر يصبح الحال نمشيو عند الطبيبه. فعلا داكشي اللي كان. ما نكذبش عليكم، دخلت للدوش، دوشت، جلست كنبكي، شبعت بكا. صافي انا ما مخلوعاش، انا متاكده من راسي مليون في المية انني بنت، انني ما عمر شي حد قاسني. هزينا راسنا في الصباح، هزيت صاكي، لبست حويجاتي، مشينا انا وياه. هو اللي فعلا داني عند واحد الطبيبه. دخلت، قلبتني الطبيبه، دوزات ليا، قالت لي شنو عندك. قلت لها ودي راه اشنو. والزوج ديالي جالس حاضر معانا. قالت لي اسمحي لي يا بنتي، ولكن انت راه ماشي فياغش. هنا فين صافي بحال كبوتو عليا الماء البارد. قلت لها كيفاش؟ قالت لي انت البكره ديالك مفضوضه، ماشي يلاه دابا من شحال هادي. قلت لها ما يمكنش. قالت لي شوفي، انا راه كنقول لك دابا اشنو كاين. قالت لي راه الخدمه ديالي هادي، والسيده ماشي شي طبيبه صغيره ولا، راه مرا كبيره. قلت لي انا راه التجربه ديالي بنتي، انتي البكره ديالك مفضوضه، ماشي يلاه دابا. اييه باينه فيك ما كتمارسيش، ما كديريش، زعما ما كديري حتى شي علاقه، ولكن البكره ديالك مفضوضه من شحال هادي، ماشي يلاه. صافي هنايا فين تصدمت. قلت لها ما يمكنش، واش ماشي غير زعما ماشي عندي الدم؟ قالت لي لا لا، انتي تخلقتي بالبكره، ولكن البكره ديالك مفضوضه. صافي هنايا ما لقيت ما نقول، حضرت راسي تنشوف الزوج ديالي اللي عينيه خارج منهم الشر. خرجنا من تما وتيسبني وتيعايرني. قال لي بقات في الحجاب، بقات في الزيف، بقات في انك قال الله قال الرسول. قال لي يا سيري كديروها، قال لي قد راسكم وتجيو تضحكوا على ولاد الناس. قلت لي شوف قسما بالله ما عمرني درت شي حاجه، وما عمرني قلت لي شوف دابا نيت ما قلت لك انا حتى حاجه، قلت لك سترني، قلت لك دير لي شي حاجه،
صافي نطلقوا. قال لي تردي ليا فلوسي تردي ليا صداقي. قلت لي غنرد لك كلشي. ديك الساعه حيت بعدا الخاتم والدبريج اللي كان جاب ليا حيدتهم عطيتهم ليه. مشينا للوطيل جمعت حوايجي داني حطني لدارنا. قالت بوم في العائله لا عائلتي لا عائلته. قال لهم اسيدي لقيت السيده ماشي بنت. فضحني ماشي غير زعما قال يسال لا فضحني نيت. قالها في العائله جا حيه ملي داني لدارنا حطني وسبني حدا الباب وطلعت عليه امي. قال لها شدوا عليا سميتو ديالكم الفيكتيمه ديالكم بدات تلصقوها ليا. مشى فحالو ما دخلش عندنا الدار. قالت لي امي اش كاين ما داش كاين. حضرت راسي دخلت. قالت لي يا المصيبه اش درتي يا بنت الحرام اش درتي قلت لها انا ما درت والو. شدتني امي من زيفي جراتني لحتني للبيت. صافي بقيت هكاك. اش غنقول لكم كلشي العائله كتنغل كيتصلوا واش كايناش مال البنت اش دارت امنيه. ويلي امنيه فضحتنا امنيه شوهاتنا. جا عمي قال لي اش هاد الشاب انت اللي درتي فضحتينا في العائله. ما لقيت ما نقول. لما نقول شي حاجه حتى واحد ما تيقني. غنقول لكم دخلت في واحد اكتئاب ضليت نبكي بالليل وبالنهار. ما نقولش لكم ما كنت فكرت في الانتحار ولا لا هو دورتها في راسي ولكن خفت من الله وعرفت راسي ما غاديش نمشي للجنه. تفكرت الاب ديالي جلست كنبكي. ما منين جاني هاد الشيء شكون دار ليا شي حاجه. ما عمرني واحد زعما كنركب البيكالا اللي كيقولوا ما يمكنش. ما عمرني حتى البيكالا ركبتها. ايوا صافي بقيت هكا. امي فين ما دوز عليا شوهتيني هبطتي ليا راسي للتراب. ها علاش البنات ما كان حيت امي ما عندهاش مع البنات ما كتحملش البنات زعلها الاولاد. فين ما تضر تقولي ها البنات يجيبوها العار. البنات الا ما شوهوك ما يكبروا بيك. بقيت هكا ديما فهاد النقير وفهاد المعيار. ودخلت واحد الاكتئاب لانني ما صافي عرفتوا حالتي كي وليت ضعافيت وجهي ولا فيه الحبوب ستريس. ضليت كنضل غير ناعسه وفيا واحد الوجع في المعده ديالي ما عرفت واش ديال كما كيقولوا بوم الزوي ولا داك الشيء. المهم ما كنوضش من البيت. ديما البكا. نقول لكم واحد المده ديال 6 شهور. واحد النهار كنت ناعسه كنضل ناعسه وكناكل واحد الدواء ديال الاكتئاب وداك الدواء كيدير ليا النعاس. كنضل ناعسه. واحد النهار ناعسه وضربتني الفيقه. حليت عينيا وكنسمع امي وخويا كيتناقشوا في المراح. قال لي واش هاد الزبله ما غاديش تنوض تقعد تقلب على شي خدمه غير مجبده لينا هنايا. قالت ليه امي اسكت انت دايرها قد راسك وباقي كتهضر. قال ليه ما تصدعيناش امي عاوتاني تجبدي علينا داك الموضوع. وراكي عرفتي راه كنت ما عنديش العقل. انت اللي خليتينا في الدار وخرجتي انا ما فين عارف انايا. قالت ليه اسكت الحمار اسكت. انت خرجتي على اختك وفضيتي ليها ديتي ليها عراضها وكتقول لي ما عرفتيش. اسكت الزمر وخلي لي امي جمعي لينا داك الموضوع صافي. قال لي فين عرفت انا ديك الساعات. قال لي كنت صغيره انا 13 عام اش عارف. وهي قال لي نشر عليا رجليها تما. قالت لي اسكت هاد الخان زاد اسكت نوض قاعد عليا عوض ما تقلب عليها هي تخدم نوض تخدم انت على راسك. واش غتسنى انت ديما اللي يخدم عليك. عرفتوا يا خوتي ملي سمعت هاد الهضره والما وقف ليا في الركابي. قول هو سبابي وهي عارفه وساكته وما قالتها حتى واحد. وسمعتها قالت لي ناري كون عارف باك ديك الساعه تكون ذبحك. النهار لقاها فيما الدور تقول لي يدي كنجمعها ونقول ليه ولو فيها غير الحلاوه اللي وفيها الحنيشات. كتقول لي يدي كيقول لي يا باباك مالها. كنقول لها فيها غير الحنيشات. والحمار كون ما سترتك والله يمك ونجري لك باك من الدار ديك الساعات. قال لي صافي امي جمعي لي داك الموضوع. عرفتوا انا ملي سمعت هاد الخطره خوتي راه الماء وقف ليا في الركابي. قلت ياه هو سبابي وكتضحك عليا امي انا وكتقول لي هاد الهضره. عرفتوا ما حسيتش طحت فوق الناموسيه بالدوخه. ما عرفت ما ندير. تلفت كنقول نخرج ليهم نواجههم. هذه ماشي هذه. خفت لي يديروا لي شي حاجه ولا يردوني هبيله. عرفت غيقلبوها عليا غيردوني هبيله. كنقول اشنو غندير اش غندير. نمشي نقول لمن غنقولها انا تشوهت في العائله. الحاجه الوحيده انني نعس ديك الليله ما دانيش النعاس. داك النهار كله جلست كنخمم
كنخمم اش غندير، نفضحهم، اش غندير، ما غاديش يتيقني حتى واحد الا ما كانش عندي الدليل. ديك الليله كلشي كنخمم. الغد لي فقت مع الفجر، مع امي ما كتنوض لا كتصلي لا الفجر لا والو، حتى كينصص النهار عاد كتنوض تصلي. نضت توضيت صليت الفجر ديالي، درت صلاة الاستخارة، مشيت تكيت، ما حلمت بتا حاجه. حلمت انني بوحدي في واحد الدار جالسه فيها. صافي هادشي اللي حلمت. الغد ليه عاوتاني فقت مع الفجر، صليت الفجر ديالي، مشيت للبلاكار ديال امي، هزيت الفلوس اللي كانوا في الماريو. كانوا عندها فلوس ديال لانتخيت ديال با كانت كتجمعهم تما، هزيتهم. هزيت واحد الدبليج اللي كان ديالي، كان داروا ليا با وهزاتو ليا امي. قالت لي ديك الساعات راه راجلك غيدير لك الذهب هذا خليه هنا. هزيت وريقاتي، لاكارت ناسيونال ديالي، الباك ديالي، كلشي حوايجي جمعتهم في واحد المانيطه، في واحد زعما واحد الباليزه، واحد الصاك جمعت فيه حويجاتي. هزيت واحد الكاشه صغيره، خرجت من الدار، كتبت لهم بريه وحطيتها فوق الطبله ديال الكوزينه، كتبت فيها بانني سقط الخبار. سمعتهم اش كيقولوا وعرفت واش خويا اللي دار ليا داك اللي دار ليا شرفي. امي استرات عليه، وكتبت لهم بان الصدمه الكبيره بان ماشي بقى فيا الحل ان خويا، بقى فيا الحل ان امي عارفه الحقيقه كلها وباقي كتعايرني وما صارحتنيش وما قالت لي حتى حاجه. وخرجت من الدار وشديت الكار ما عرفت فين. غادا حتى لواحد المحطه هبطت فيها بلا ما نقول المدينه. ومن تما مشيت شديت واحد لوطيل اللي كان اوطيل رخيصه 100 درهم، وخرجت كنقلب على الكرا 3 ايام وانا في داك لوطيل، حتى لقيت واحد الدار اللي كان الكرا ديالها نقدر ناخدو تقريبا واحد شهرين. كريت وقلبت على خدمه وبدلت المدينه، وانا دابا ساكنه بوحدي وعايشه بوحدي، ما بغيت حتى واحد يعرفني فين كاينه. وهذه هي قصتي. عمرني ما ظنيت نعرف بان خويا هو اللي خدا ليا شرفي، امي ساتره عليه وانا جالسه كتشوه فيا. بغيت غنقول لكم راه كاينين بعض الامهات راه حاشا واش تقول ليهم وهذه هي قصتي. خير ما كاين كنقول لكم هنا انتهت القصه. ما سخيت بكم، ما عرفتش العبره اللي كاينه في هذه القصه، ولكن هذه السيده هذه ضرتني في خاطري وألمتني وبقات فيا مسكينه. والعبره في هذه القصه ان وليداتكم ما تخليهمش بوحدهم في الدار، خصوصا ملي كيكون عندكم شي دري ولا شي بنت هكا ما عندهاش العقل. وانا اخر كان ما كاين كنقول لكم السلام عليكم، الى قصه جديده ان شاء الله.